في فترة من الفترات جوزيه قال مش كل لاعب مشهور هو الأفضل، في لعيبة في الدرجات التانية محتاجة بس فرصة وبعدها هتشوف نجم جديد بيتولد، وده هنا في مصر. أما مارسيلو بيلسا المدرب العبقري قال إن الموهبة مش مرتبطة بالدرجة اللي بتلعب فيها، في مواهب مدفونة في دوريات محدش بيشوفها، لو خدت الفرصة هتقدر توصل لمكانة بعيدة في كرة القدم. أما بقى اللي أنا شفته إن في كل موسم بيطلع من الظل نجم جديد، لاعب مغمور كان بيكسر الدنيا بس بعيد عن الكاميرات، وفجأة بيظهر في الصورة ويخطف الأضواء. والنهاردة هنتكلم عن لاعب موهوب ممكن يكون مش معروف لناس كتير، لكن إمكانياته بتقول إنه جاهز يلمع في الممتاز ويمكن كمان يوصل لمنتخب مصر. ليه لأ؟ إمكانياته تسمح له. محمد عبد الرحيم لاعب نادي وادي دجلة. محمد باختصار واحد من أفضل الأجنحة اللي كانوا موجودين في الموسم اللي فات في دوري المحترفين، مواليد 99، عنده 26 سنة في الوقت الحالي، بيلعب وينج رايت ولاعب يمتلك امكانيات فعلا ممتازه جدا. محمد مش مجرد جناح سريع والسلام، لا ده لاعب سريع يمتلك كنترول عالي جدا على الكوره، بيعرف يتحرك كويس ما بين الخطوط، عنده مرونه تكتيكيه بشكل كبير جدا، بصير يمتلك رؤيه ممتازه واستكشاف جيد للملعب. ومن ناحيه انه مهاري، لا هو لاعب حريف فعلا، وفي الواحد على واحد لازم تعمل له حساب حتى لو كان قدام النادي الاهلي. محمد لما واجه النادي الاهلي كان ده المستوى اللي كان بيقدمه امام افضل فريق في القاره. لاعب يمتلك شخصيه، قادر يعدي من واحد واثنين وثلاثه بشكل هايل، رجله الاساسيه هي الشمال، علشان كده هو واحد من اقوى المسددين اللي ممكن تشوفه. لاعب تسديداته فعلا بتشكل خطوره بشكل كبير، غير انه بيتحرك في العمق كتير، تحركاته بتشكل خطوره كبيره، بيكمل داخل الصندوق. فانا بشوف انه واحد من افضل اللاعبين اللي هيكونوا موجودين الموسم القادم مع دجله وفي الدوري بشكل عام، ويقدر يوصل لمكانه ابعد بكتير من المكانه اللي موجود فيها دلوقتي. وزي ما قلت لك انه لاعب يمتلك شخصيه هايله، وكان عنده تاثير واضح في الموسم اللي فات مع وادي دجله، وساهم في الصعود للدوري الممتاز للموسم الحالي. وقبل دجله كان متالق جدا مع نادي المنيا، فانا بشوف انه لاعب مميز يقدر يقدم مستوى هايل في الدوري المصري لموسم 25-26. رحيم لاعب مبشر، واحد من ضمن اللاعبين اللي يستاهلوا يلعبوا في الدوري الممتاز، وانا بقول لك ان دوري المحترفين مليان جواهر، وابصم بالعشره ان في لعيبه افضل من اللي بيلعبوا في الدوري المصري الممتاز كمان، ومحمد عبد الرحيم واحد منهم. اتمنى الموسم الجديد ياخد عدد دقائق كويس، يقدر يثبت نفسه، يقدر يقول انا هنا، وانا واثق في امكانياته لانه لاعب فعلا مجتهد، وتأثيره كان واضح مع المنيا، يقدم مستوى هايل، صناعة أهداف تلاقي، تسجيل أهداف تلاقي، منفذ هايل للضربات الثابتة. وبعد المستوى اللي قدمه مع المنيا ما كانش في حل تاني، كان لازم ينتقل لوادي دجلة، وكان بيقدم معاه مباريات قوية. يمكن الإصابة بعدته شوية، ولكن لما رجع قدر يقدم إضافة بشكل هايل، وفي النهاية قدر يساهم إن دجلة يرجع للدوري الممتاز مرة تانية. فأتمنى له التوفيق، أتمنى يقدر يقدم إضافة لوادي دجلة بشكل خاص وللدوري المصري بشكل عام، وإن شاء الله يكسر الدنيا لأنه لاعب فعلا موهوب. ولحد هنا يا صديقي أنا خلصت كلام، عاوزك تقول لي في الكومنتات تحت، هل محمد عبد الرحيم فعلا لاعب مميز ويقدر يقدم اضافه لوادي دجله في الدوري الممتاز الموسم القادم؟ وهل بتشوف انه لاعب مختلف وافضل كتير من بعض اللعيبه اللي موجوده في الدوري الممتاز، ولا انت شايف ايه؟ اتمنى توحد الله وتصلي على النبي، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي، او اللي اسمها سكاوت اي كيو، بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام. الكرة موجودة داخل منطقة الجزاء، البحث عن العرضية من محمد عبد الرحيم.